بعد ما اتكلمنا عن سقوط بغداد بقت بركة دم، البيوت اتحرقت. وعجرفة المغول، العالم كان مقتنع إن القيامة قامت. هولاكو ما كانش بس بيحتل مدن، ده كان بيمسح حضارات. لما دخل دمشق الشوارع غرقت دم والناس فقدت الأمل تماما. ما كانش فاضل غير مصر، والرسالة اللي بعتها هولاكو لقطز كانت واضحة: سلموا تسلموا وإلا الأرض هتزلزل تحت أرجلكم. قطز ما كانش قدامه حلول وسط، يا يستسلم يا يبقى مجرد ذكرى في التاريخ، يا يواجه الإعصار ده. أول حركة عملها كانت صدمة للكل: قتل وصل المغول. الحركة دي باللغة العسكرية معناها حرقة المراكب، مفيش رجوع. بس المشكلة ما كانتش في المغول بس، المشكلة كانت في أمراء المماليك اللي الرعب واكل قلوبهم. قطز جمعهم وقال لهم كلام يوجع: لو خايفين على حياتكم سيبوا السيوف اللي يستاهلها. الكلمة دي حولت الخوف لغضب، والغضب ده هو اللي هيهزم المغول. قطز ما كانش هيواجههم في الصحراء المفتوحة عشان ده انتحار، سحبهم لعين جالوت، منطقة عبارة عن فخ طبيعي. بيبرس كان هو السنارة، خرج بمقدمة الجيش عشان يغري كتباغا قائد المغول. كتباغا كان مغرور، فاكر ان دول كل جيش المسلمين. بدأ يطارد بيبرس، وبيبرس ينسحب بذكاء وتكتيك، بيسحبهم لجوه السهل الضيق لحد ما المغول بقوا في قلب الفخ. وفجأة الجبال اللي حوالين السهل نطقت، آلاف المماليك ظهروا في كل حتة. المغول اتفاجئوا بجيش ما كانش في الحسبان. المعركة كانت كسر عظم. المغول ضغطوا بكل قوتهم على الجناح الأيسر لدرجة إنه بدأ يتفكك. هنا قطز عمل حركة ما تتعملش غير من قائد أسطوري، قلع خوذته، رمى نفسه في وسط الموت وصرخ: هزت الشام كلها وإسلاما. اللحظة دي الزمن وقف فيها. العساكر لما شافوا سلطانهم بيقاتل كأنه جند بسيط، الروح رجعت لهم تاني واكتسحوا المغول زي السيف. لما الغبار هدى العالم صحي على حقيقة جديدة. المغول اتهزموا، أسطورة الجيش اللي ما بيقهروش حد انتهت في فلسطين. عين جالوت ما كانتش مجرد معركة، دي كانت قبلة الحياة للعالم كله. لولا الثبات ده كان التاريخ اتكتب بلغة تانية خالص.